عشان الطالب يقول لي لا انا هنام 5 ساعات او 6 ساعات عشان احصل اكتر، فده مش موجود صح. ويعني ما اعتقدش ان انت المفروض تجيب اي حاجة تانية على حساب نومك. و... وده طبعا يعني بناء على تجارب كتير، ان انت مش هتقدر تفوق. انت فاكر ان انت هتقدر تفوق؟ اللي هو انا مثلا ودي حصلت مع حد اعرفه في ثانوية عامة. كان ليلة امتحان عربي بالظبط، وانا كان فاضل لي جزء وهو فاضل له جزء ومش عارف ايه. فهل ممكن ننام؟ خلاص انا سلمت الامر لله والحمد لله وذاكرت. هو كان متوتر شوية فقال لا لازم اجيب الحتة دي. ففضل طبعا معاها لحد الصبح. و... وهو لحد هناك ممكن يبقى تمام جدا لحد الساعة 8 مثلا لو الامتحان الساعة 9. هتيجي الساعة 9، انت دلوقتي هو احب وقت النوم اليك وهتنام ولازم تنام، هتبقى نعسان. فغير كمان وقت الامتحان ده في يومك بقى عموما هتلاقي يومك التركيز فيه قل طبعا. فما اعتقدش ان في اي حاجة ممكن تيجي على حساب نومك.